السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متابعين، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة وعافية إن شاء الله. رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والهنا وكل ما كتمناه. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعله صيام مقبول يا رب. توحشتكم بزاف بزاف وعرفت راسيني غابرة عليكم، ولكن الله غالب. كنت كنمر بواحد الظروف اللي هي جد صعيبة والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الله يشفي جميع مرضانا يا رب. وشكرا بزاف بزاف على السؤال عليا وعلى التفاعل ديالكم في الخاص. شكرا لكم بزاف بزاف، عرفت مدى الحب ديالكم. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وجيت نطلع عليكم بهذا الفيديو هذا الخفيف الظريف والتحليه هذه اللي هي راقيه صراحه ولذيذه. ان شاء الله تجربوها وتحكموا بانفسكم، حطوها للضياف العزاز او لوليداتكم. الصراحه كتجي رائعه في المنظر وكذلك لذيذه بزاف في المذاق. نخليكم على فيديو وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندنا في المكونات نصف لتر ديال الحليب، علبة ديال الفلون بنكهة ديال الفاني. انا استعملت هذه الكبيرة اللي كيكون فيها السكر. الا استعملتوا الصغيرة فغتضيفوا 3 المعالق كبار ديال السكر سنيدة. عندي جبنة طرية هاد النوعية كيف ما كتشاهدوا، وكذلك عندي واحد 2 معالق كبار ديال اللوز اللي حمرته بالقشرة وطحنته كيف ما يمكن لكم تطحنوه بزاف او تهرمشوه شويه. معلقه كبيره عامره مزيان ديال بودره الكريم باتيسير، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الماء. هذه هي المكونات. وكذلك واحد 4 كاس ديال القشده طريه، وكتبقى اختياريه يمكن لكم تستغناو عليها، غير هي كتزيد واحد المذاق الصراحه. اول حاجه كنستعمل سكر سنيده كاس الا ربع مع معلقه كبيره ديال الماء. كنوضعو في الكاسرونه وكنخليه حتى كنحصل على كراميل كيف ما كتشاهدوا. في الاول ما كنحركش السكر مع الماء، كنخليه حتى كيبدا يبان ليا داك اللون البني كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. فانا حاولت نخلي هاد المرحله هذه. من بعد عاد كنبدا نحرك الكاسرونه ديالي وكنخليه شويه كيغلي. يمكن لكم تحتفظوا بهاد المرحله هذه كيف ما يمكن لكم تخليوه يولي شويه لون غامق باش كيزيد يعطيكم واحد اللون رائع في هاد الديسير هذا. باش كيكون اللون بارد فالصراحه ما كيعطيش داك التناسق الزوين ما بين اللون بيج واللون البني. كنوضعو هكا في كويسات او زليفات وكنحاول نسرحوه هو مازال سخون وكنوضعهم جانبا. غنتقلوا باش نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الكريمه. بالنسبه للطريقه فهي سهله صراحه. انا تمسح ليا لا فيديو. كنوضع جميع المكونات، نصف لتر ديال الحليب وكذلك العلبه ديال الفلون وجبنه ديال الطريه وربع كاس ديال القشده الطريه كذلك، ومعلقه كبيره ديال بودره الكريم باتيسير وجوج معالق كبار ديال اللوز محمر ومهرمش. وكنحرك جميع المكونات كيف ما يمكن لكم تستغناو تماما على القشده الطريه، ما تستعملوش هذاك 4 كاس، غير هو كيزيد يعطي هذاك المذاق. وكنوضعو فوق النار مع التحريك المستمر حتى كنحصل على كريمه. هو الاختلاف ما بين الفلون وهذا الديسير هذا، الفلون كنخليوه غير الغليه تطلع وكنطفيوه، هذا لا كنخليوه حتى كيبدا يبان لينا هذوك الفقاعات كيف ما تشاهدوا، ومن بعد كنطفيو عليه بهذا الشكل هذا. فهو كيكون واجد. ولا استعملتوا هذيك العلبه ديال الفلون اللي ما فيهاش سكر فانتم كتضيفوا 3 المعالق كيف ما سبق لي ذكرت لكم ديال السكر سنيده. هذه كتجي الحلاوه مع. وبالنسبه لهذيك علبه ديال الجبن الطري اي بيرلي، الصراحه ما تستعملوش ياغورت طبيعي لانه ما يجيش بحال هذاك جبن وعاقد. بالنسبه للياغورت فهو كيكون خفيف وتجيكم الكريمه شويه خفيفه، هذا كتجي كريميه ولذيذه. ان شاء الله تجربوها بهاد المقادير اللي عطيتكم وهتردوا عليا. هتكون احسن تحليه او احسن فلو استعملته في حياتكم باذن الله. معقوله. هذه هي الكريمه كيف ما كتشاهدوا كتجي متماسكه ولذيذه. كنصبها بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي وكنخليها جانبا حتى كتاخذ درجه حراره المطبخ، وكنغطيها بالفيلم اليمونتير وكندخلها للثلاجه تبرد وتماسك.
وبعد ما بردات ليا التحلية أو الدساغ ديالي كنزول ليه هاد الفيلم أليمونتير، وكناخد الموس وكنحاول ندوز في الجوانب باش كيجيني ديمولاج ساهل، وكنقلبو في الطبسيل باش ما كيتهرش ليا. طريقة ساهلة ومبسطة، يمكن لكم تزينوه غير في هاد ليفيغين هادو أو هاد السليفات وتقدموه غير هو الصراحة باش كتقلبوه وكيتجي هداك الماغو مع البيج كيعطي واحد الرونق وكيعطي جمالية أخرى. أنا غنزينو غير برقائق ديال اللوز إفيلي، وكذلك كنزينو بالفريز، وكيبقى التزيين على حساب شنو عندكم في البيت وعلى حساب الاختيار ديالكم. الصراحة كيجي رائع. أنا خديت هنا الفريز وكنحاول أنني نقطعو شوية مايل بهاد الطريقة هادي، ومن بعد كنحاول نضغط عليه ونعطيه بحال الشكل ديال النشاشة، وكنوضع رقائق اللوز محمر من الفوق وكنقدمو بالصحة والراحة. الصراحة كتجي تحلية ولا أروع، لذيذة وبسيطة كيف ما كتشاهدوا، ولكن كتجي راقية في المنظر والمذاق. حدث ولا حرج. الحمد لله عجبات كل شيء ولله الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فانا كنفضلها بهذه الطريقه هذه على الفلون بوحدو. صراحه كيجيني خفيف، ما كيجيش شي حاجه اللي هي لذيذه وكتستمتعي بها. كتكون هي غير حلاوه ومذاق فقط. هذا لا، واحد المذاق وواحد الكريمه اللي رائعه، وان شاء الله تعجبكم. وصلت للختام ديال الفيديو. نتمنى انكم تفعلوا الجرس وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء في جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده، وهذا فضلا وليس امرا. وصلت للختام ديال الفيديو، ما سخيتش بكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله وقوته. استودعكم واترككم في حفظ الله ورعايته.